واش عمرك سمعتي بشي جنازة ما قبلتهاش المقبرة؟ في كل قصة كاين سر. قصة اليوم غتفاجئك بزاف. هاد القصة وقعت في المغرب وخلات الناس كاملين مصدومين. في السبعينات كان واحد السيد كيدور في الدواوير، كيبيع الحنة، العكر الفاسي، الصابون البلدي والسواك. كيتقداو من عنده غير العيالات وكيفرحوا فاش يجي، لانهم كان بعيد عليهم كل شيء. هاد السيد كان معروف بنيته، قلبه طيب. واحد النهار وصل الدوار ولقى الناس مجموعين، الحزن مالي المكان. لقى شي بنات كيبكيو لان الام ديالهم توفات. هاد الشي كان بعد العصر. بقى معاهم شويه كيواسيهم، من بعد بدا كيطيح الليل. قال لهم غدا رجع نعاونكم ونوقف معاكم في الغسيل والتكفين. خرج من الدوار حتى وصل المقبره اللي جات في الخرجه ديال الدوار. صلى العشاء، ربط البغله ديالو وفرش ونعس تما. الناس ديال بكري ما كانوش كيخافوا من شي حاجه سوى الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعس جنب المقبره وما خاف والو. نعس وفي وسط الليل كيسمع واحد الصوت. حل عينيه بشويه وشاف مراه لابسه الخضر وهازه وليد في يدها صغير. الشكل ديال المراه كان زوين وما فيها حتى شي حاجه غريبه. كانت هازه ولد صغير وكتراري بيه وكتدور وسط القبور وكتقول بصوت بارد: الله يحفظنا من الجايه غدا، الله يلوحها لوحة العصا. الله يحفظنا من الجايه غدا، الله يلوحها لوحة العصا. وبقات كتعاود نفس الكلام حتى طلع الفجر. فاق السيد، صلى الفجر ديالو وبقى خايف ومصدوم. رجع للدوار باش يوفي بالوعد ديالو. غسلوا المراه، كفنوها، وجاو الرجال يهزوها للمقبره. لكن فاش بغاو يحطوها في القبر ولات ثقيله بحال الى الوزن ديالها ضاعف 10 المرات. قالوا نحفروا قبر اخر. نفس الحاجه، القبر الثالث، الرابع والخامس، والو. هاد السيد بقى غير يشوف، بقى ساكت وكيتفكر داكشي اللي شاف في الليله اللي قبل. مشى عند الفقيه ديال الجامع وشيخ القبيله اللي كانوا حاضرين معاهم في هاد الدفين. عاود ليهم كل شيء وشاف ديك الليله. سكتوا وتبدلت وجوههم. قال الفقيه الحل هو العصا. جابوا عصا ولوحوها، والصدمه ان هاد العصا ما طاحتش في المقبره اللي كانوا كيحفروا فيها القبر، طاحت خارج المقبره بعيده شويه. حفروا تما فين طاحت العصا ودفنوا المراه. ومن بعد تفهم السبب. هاد المراه ما كانتش صالحه، كانت كتأذي الناس بافعالها وبلسانها. كانت كدير النميمه بين الناس وتخاصمهم. وكانت شحال من وحده شتات ليها الشمل ديالها غير بالكلام ديالها. وحتى المقبره رفضاتها تكون مع الناس الصالحين. هاد المقبره الناس اللي كانوا فيها صالحين وما بغاوهاش تكون معاهم. واش عمرك سمعتي بشي حاجه بحال هذه؟ قولوها لي في كومنت، وما تنساوش تتابعوني حيت الجاي اخطر.